صباح الخير على أحلى متابعين، وحشتوني ولأول مرة تشوفوا الفيديو أنا جميلة محمد. ياريت اشتراك ومتابعة ولايك عشان يوصلكم كل جديد وكومنت عشان أعرف رأيكم في الفيديو. النهاردة حبايب قلبي هنعمل تشيز كيك باللوتس. هنعمل تشيز كيك بدون قالب، هنعمل تشيز كيك بدون كريمة خفق، هنعمل تشيز كيك طعم تحفة والشكل روعة. هنعمل تشيز كيك بطريقة سهلة جدا هتعجبكم. تابعوا معايا الفيديو. وكمان هنعمل زبدة اللوتس في البيت، هنعملها مع بعض بطريقة سهلة. تشيز كيك على البارد، طعم روعة وطعم تحفة. هنعملها بالحجم ده. وزبدة اللوتس طعمها حلو قوي تعجبكم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. معانا بسكوت لوتس. ده هيبقى قلبي 125 جرام بسكوت لوتس بطعم الكراميل. ومعانا 125 جرام لبن بودر بمعيار كوباية لبن بودر وربع كوباية مية دافية. ومعانا معلقتين سكر بودر. ومعانا رشة قرفة. ومعانا معلقتين زبدة صفرا. ومعانا هناخد معلقتين صوص كراميل. انا كنت عاملاه، لو مش متوفر مش مشكلة. هنجيب يا حبايب قلبي بسكوت اللوتس، هنطحنه بالشكل ده في كيس عادي. هننعمه قوي، وبعد كده نحط المكونات اللي معانا عشان نعمل لبن مكثف. هنضربه يا حبايب قلبي في الخلاط، هيبقى بالشكل ده، يبقى كده حليب مكثف محلى. هنضيف عليه حبيب قلبي البسكوت اللوتس المطحون، نضربه في الخلاط لحد ما القوام يبقى كريمي كده. هنضيف عليه معلقة زيت نباتي، وهنضيف عليه حبيب قلبي معلقتين صوص كراميل. وهنضرب هيبقى بالقوام الكريمي ده. وهنجيب بطرمان كده حبيب قلبي معقم. هننزل بقى نحفظه في البطرمان. كده حبيب قلبي زبدة اللوتس جاهزة معانا. القوام تحفة، جميل جدا، واللون تحفة زي الجاهزة بالظبط. نتيجة مرضية جدا، القوام جميل جدا وكريمي. هنستخدمها في جميع الحلويات اللي هي باللوتس. وهنعمل بقى التشيز كيك باللوتس زي الجاهزة بالظبط، وطريقة سهلة في البيت. هنعمل بقى الأول طبقة، ده بسكوت لوتس. آه، معانا دي تقريبا 180 جرام. آه، حجم الباكو. لو الكمية مش انا ما قضيتش معايا، جبت ممكن يضيف باكو كمان. وهنطحنه بالشكل ده. ومعانا تلت كوباية زبدة سايحة. انا كمية البسكوت ما قضيتش معايا، جبت 3 باكو بسكوت شاي من فري. تقريبا عاملة 50 جرام الباكو، يبقى الكمية كلها طحناها بالشكل ده. الكمية كلها تقريبا 350 جرام بسكوت. لو حابين نزود الكمية يبقى 400 جرام او 500 جرام على تلت كوب زبدة سايحة. وهنضرب بيه حبايب قلبي من البسكوت مع الزبدة في الكب او الخلاط، هيدينا بالشكل ده، يبقى شكله مرمل كده ونمسكه يبقى متماسك معانا. دي حبايب قلبي. هنجيب اي طبق تقديم اللي ما عندوش قالب التشيز كيك. هنجيب بقى ده ورق فاكيوم، بنجيبه عند مستلزمات الحلواني. ونبتدي بقى ننزل بالطبقة الأولى اللي هي البسكوت. ممكن نجيب أي بسكوت سادة عادي ونعمل بيه التشيز كيك اللي متوفر عندنا. هنبتدي نساوي البسكوت كده حبايب قلبي ونحطه في الفريزر. ومعانا بقى كريم التشيز، ربع كريم شانتيه، ومعانا تمن كريم باستري، ومعانا نص كوباية سكر بودر، ومعانا كوبايتين مية مثلجة. وهناخد 125 جرام جبنة كريمي من كيري. ومعانا هناخد معلقتين زبدة لوتس، دي كانت جاهزة عندي، او ناخد من اللي احنا عاملينها. هنحط كل المكونات يا حبايب قلبي مع بعض.
انا انا عملت ربع كريم شانتيه. لو عايزين نقلل الكميه ممكن نعمل تمن كريم شانتيه. هنضرب يا حبيب قلبي كميه الكريمه المكونات مع بعض. هتاخد تقريبا 5 دقايق ضرب. بس انا يعني حسيت الكريمه كتير، هشيلت منها شويه كريم شانتيه كده على جنب، وبعد كده ضفت عليه المكونات اللي احنا هنضيفها عليها. الكريم شانتيه جميل جدا من متحده. ضفت عليه معلقتين كريمه زبده اللوتس. وهنضيف عليه، انا حطيت نص كميه الجبنه، نص القالب الجبنه كريمي، عشان ولادي مش بيحبوا طعم الكريمه باين اوي في التشيز. بس التشيز طبعا بيبقى كمية 125 جرام جبنة، كمية ممتازة جدا. يبقى طعم التشيز حلو. كده الكريمة جاهزة، وكده طبقة البسكوت جاهزة بعد ما حطيناها في الفريزر تماسكت. الكريمة جاهزة. هنبتدي بقى، هي متماسكة جدا. اللون طبعا جميل قوي، وطريقة الكريمة على البارد والتشيز كيك على البارد حلو قوي. نفس نتيجة التشيز كيك بلوتس الجاهزة. طريقة مرضية وطريقة حلوة اوي وتعجبكم جدا. هنحط يا حبيب قلبي الكريمة، كمية الكريمة كلها دي الطبقة التانية. هنسوي يا حبيب قلبي هنسوي الكريمة كده يا حبيب قلبي بالسباتيولا معانا. وهنحطها في الفريزر تاخد 3 ساعات. هنسويها كده يا حبيب قلبي. لونها جميل جدا زي الجاهزة بالظبط. الكريم الباستري والزبدة اللوتس اديتها اللون ده مع الكريم شانتيه طبعا. طعمها جميل جدا. هنسيبها يا حبيبي 3 ساعات في الفريزر تتماسك. وهنجيب بقى زبدة اللوتس اللي احنا عملناها، هنسيحها على حمام بخار مائي عشان تبقى سايلة معانا، عشان نعرف نحطها على التشيز كيك. دي اخر طبقة معانا، الطبقة الاخيرة. هنحط يا حبيب قلبي كمية زبدة اللوتس. انا سبت شوية عشان هعمل شلالات كده حوالين التشيز كيك. لو مش حابين هنحط كمية الزبدة كلها على الطبقة من فوق، وهنسويها كده يا حبيب قلبي بالمعلقة. نسوي بسرعة عشان هي بتتماسك على طول. يعني نحط الزبدة ونحاول نسويها كده ونظبطها على التشيز كيك. ده هيبقى قلبي بسكوت لوتس، طبعا هنزين بيه التشيز التشيز كيك. يدي شكل جمالي كده زي ما بنشوفها جاهزة بالظبط التشيز كيك باللوتس. ممكن يعمل حبيب قلبي طريقة التشيز. ممكن نعملها بأي مكونات تانية غير زبدة اللوتس. حبيب قلبي شلنا الورق الفاكيوم، وبنسوي بقى حوالين الجناب كده. وعملنا شلالات كده بالزبدة اللوتس في الجناب. لو مش حابين مش مشكلة. كده شكل جمالي كده. اي حبيب قلبي شكلها جميل جدا. ممكن نزود الكريمة وممكن نقلل الكريمة زي ما انتوا حابين حجمها او العلو بتاعها او ارتفاعها. كده هيبقى خلصت معانا. بالهنا والشفا على قلبكم. هنقطعها كده يا حبيب قلبي. ممكن الورق الفاكيوم يتضيق او يتوسع حسب الحجم اللي انتوا عاوزينه. عاوزينها عالية ارتفاع عالي، عاوزينها تدي كمية قطع تشيز كده كتيرة، مثلا 12 قطعة او 6 قطع زي ما انتوا حابين حسب الحجم اللي انتوا متوفر اللي انتوا حابينه. هنحط بسكوتين كده لوتس على الوش تدي شكل جمالي. هيبقى قلبي طعمها تحفة. زبدة اللوتس طريقتها مرضية جدا. ادتني النتيجة اللي انا عاوزاها. عجبت الاولاد وعجبت ضيوفي جدا. طعمها جميل قوي وتعجبكم جدا. ياريت متابعة واشتراك ولايك وكومنت عشان اعرف رأيكم.